السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا طريقة تحضير سلطة الكولسلو. نبدأ بسم الله ونصلي على سيدنا محمد بن عبد الله. معانا هنا واحدة ملفوف أو كرنب أبيض، هنا في مايونيز، وهنا معانا 3 حبات من جزر، حليب بودر، وهنا البهارات بس فلفل أبيض. لو احنا معانا حباية ملفوف زي كده معاها 3 حبات جزر مع 5 معالق من حليب البودر، ونضيف عليهم طبعا 10 معالق مايونيز، او على حسب ما انا حابب مايونيز اضيفه. اول خطوات تحضير، هجيب الكرنب او الملفوف اقطعه ناعم، الكرنب قطعناه ناعم بالطريقه دي. بعد كده هجيب الجزر ابشره. بشرنا الجزر، طبعا ضفنا الكرنب او الملفوف مع الجزر زي ما احنا شايفين. نجيب معلقه سكر، السكر هنا هي معلقه كبيره مع حبايه الكرنب اللي احنا شفناها. هنخلط الاول السكر مع المكونات بتاعتنا، وبعد كده بعد ما ضفنا السكر هسيبه دقيقتين بس 2، وبعد كده احط بقى المكونات اللي عندي. هجيب برضو الحليب البودر الاول، نتبع الخطوات اللي احنا في الفيديو. هقلبه برضو لوحده. بعد كده بجيب المايونيز عندي زي ما احنا قلنا، مايونيز انا واختياري، عايز ازود براحتي، انا المهم احصل على قوام يبقى متجانس للسلطه. زي ما احنا شايفين القوام بتاعنا بالطريقه دي مناسب جدا. اخر حاجه هجيب رش فلفل ابيض صغيره، وهنا سلطه الكسلو معايا جاهزه زي ما احنا شايفينها. هنقدمها وقدمنا الطبق بتاعنا زي ما احنا شايفين، احلى كولسلو سلطه. لو عجبك الفيديو او استفدت المعلومه من الفيديو ضمنا بلايك وعلى زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.